باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في رسالة القديس يوحنا الحبيب بيكلم تلميذه فبيقول له: في كل شيء في أمور حياتك أروما أتمنى أن تكون ناجح. يعني أو إحنا بنقولها بأسلوب بتاعنا مش نص الآية بالظبط، أروما أن تكون ناجحا في كل شيء. يعني عاوزك تبقى ناجح في كل حاجة. لو إحنا لاحظنا الحياة اللي إحنا عايشين فيها، قليلين قوي اللي عارفين يوزنوها صح. يعني في واحد يكون ناجح جدا في الدراسة وفي الكارير العملي، بس على مستوى الصداقات والعلاقات الاجتماعية 1/10. وفي واحد في العلاقات الاجتماعية يعني يعرف 90 مليون مصري بالاسم من شعب مصر، لكن في الوقت نفسه حياته الروحية خربانة، علاقته مع ربنا، علاقته مع الدراسة خربانة، علاقته مع البيت خربانة. وفي واحد تاني ممكن يكون في الشغل ناجح قوي، بس في البيت زوج سيء بالنسبة لمراته أو أب أسوأ بالنسبة لولاده. فاهمين عايز أقول إيه؟ إيه اللي بيخلي الإنسان مش متزن؟ ده اللي خلاني أفكر وأكلمكم في موضوع كنت اتكلمت فيه قريب في أحد الاجتماعات، موضوع اسمه الميزان. وهكلمكم على 5 موازين محتاجينها في حياتنا. الموازين اللي محتاجينها في حياتنا لو فكرنا في كل ميزان هنوصل في الآخر للاتزان. لو احنا فكرنا في كل ميزان هنوصل في الآخر للإيه؟ للاتزان. إن أنا مش هتبقى شخصية متطرفة في حاجة، لأن كل حاجة بوزنها صح، فأنا من جوايا بقيت شخصية متزنة هتنعكس بعد كده later on على علاقاتي مع الناس اللي حواليا. حد فاهم أنا بتكلم على إيه؟ يبقى هتكلم على 5 موازين الغرض منهم نوصل للاتزان بعد كده. الميزان الأولاني ده ميزان، انتوا عارفين الميزان يرمز للإيه؟ العدل، الحق. حتى تلاقوا بعض المحاكم واحدة مغميين عينيها وماسكة ميزان، يعني العدل والمحكمة ما تعرفش غير إيه؟ إنها تطبق كل واحد ياخد حقه. ده الغرض منها. أول ميزان هتكلم معاكم فيه، احنا هنتكلم النهارده على 5 موازين، كل ميزان 7 دقايق مش أكتر. الميزان الأولاني اسمه ميزان الضمير. ربنا خلق في كل واحد فينا ميزان حساس اسمه الضمير. الضمير لما بيكون نقي والضمير بيكون يقظ يكفي قوي ان يوصلك للاتزان في علاقاتك مع الناس. هو صوت نقي ربنا خلقه بيقول جواك، حتى لو ما كانتش الوصية لسه اتكتبت، كان الضمير اللي جوه يوسف بيقول ما يلقش ان انا اسرق الراجل في شرفه وهو تمني على بيته. طب ما هو ما فيش خطية بتقول لا تسرق وما فيش خطية بتقول لا تزني، لكن كان جوه يوسف ميزان عارف يميز الصح من الغلط، حتى لو ما كانتش الوصية حافظها من الكتاب المقدس. أول ميزان اسمه هو الضمير، ده الجرس اللي ربنا خلقه. علشان كده نصيحة ليك، لما تحس ان ضميرك مش مرتاح لحاجة اوعى تعملها، او اوعى تسأل واحد يخلي ضميرك يبلع اللي انت مش مرتاح له. قول لا انا مش مرتاح، انا مش مرتاح، انا مش مرتاح. يعني اوقات ايه، واحده تقول لك إيه؟ يلا نروح مش عارف حته كذا كويسه، بابا وماما مش هيعرفوا. ازاي ما اقولش لبابا؟ تقول لها يعني ضروري تقول لبابا وماما؟ مش ضروري بصراحه تقول ماما، انت كبيره، انت عديتي 28 سنه، انت انسانه مستقله. في امريكا من 17 سنه بيسيبوا بيوتهم. بس انا مش مرتاحه، مش مرتاحه، اوعي تعملي. لانك لو سبتي ودنك لواحد يفسد ضميرك ويبرر لك الخطيه، اول مره ضميرك هيوجعك، تاني مره ضميرك يتاثر، تالت مره ضميرك هيموت. واي حد وقع في اسوأ درجات الشر اول مره ضميره كان بيقول له لا، واول مره ضميره كان بيقول له حاسب، بس هو تغافل وسمع لصوت تاني
صوت عدو الخير، صوت صديق شرير، صوت إنسان عاوز يجرجره في الغلط، فيبتدي الضمير يموت ويبرر الخطية. علشان كده ربنا خلق فينا ميزان اسمه الضمير، ويقول كده: كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. يعني ايه كن الخصم؟ هو اللي يختصم عليا ضميري، مش موافق من اللي انا بعمله. يعني انا ايه، ضحكت عليك كده وبعدين بقول لك فك لي 100 جنيه فانت فكتها لي 10 وانت بتعد انا لقيتهم 110 فابتسمت ابتسامه الشيطان، 110 ما بعرفش اعد شكرا. فالضمير ابتدى يشتغل اهو، انت كده سرقته. انت عارف هو عمل ايه عشان يجيب ال 110 جنيه دول؟ ممكن يكون شيء بيهم قد ايه. خلي بالكم، انا بقيت في مرحله الصراع بين انا اسمع للضمير او اسمع لصوت الشر اللي بيقول لك هو اللي معدش، القانون لا يحمي المغفلين، وبعدين ربنا عارفك انك محتاج خلاه يغلط في العدد عشان يديلك ال10 جنيه. طب يحصل. لسه واحده بتحكي لي بتقول لي ايه، براجع الطلبات في الشريط بتاع السوبر ماركت لقيت انه هو يعني واخده حاجات ما اتكتبتش. يعني وهو بيعد في وسط الزحمه في ايتم مثلا ب 150 جنيه، الفاتوره بتاعتها كانت ب 1000 جنيه، في 150 جنيه وهي بتراجع ما اتكتبتش، المفروض تدفع 1150. بتقول انا حسيت اول احساس ايه؟ بالنصره. يعني ايه؟ وفرت 150، يا سلام ربنا عارف بالحال. لقيت صوت بيقول لي ايه يا حراميه، يا حراميه هتاكل اكل مسروق ولا ايه؟ لا 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 انت حراميه. لا هم اللي غلطوا. وبعدين ما في انعكاس بياكلوا على ناس حقوق. شايفين الديبيت، شايفين الشيطان، شايفين الضمير بيلعب ازاي. قالت انا روحت ومتردده، خفت اقول لجوزي، جوزي يقول لي بركه جت منهم، او ممكن جوزي يقول لي رجعيهم. فانا جيت اصلي، وانا بصلي ما عرفتش اصلي، لقيت صوت جوايا بيقول لي هتقف تقول لربنا ارحمني كعظيم رحمتك وانت سارقه 150 جنيه؟ صدقني فضلت طول الليل كاني نايمه على مسامير وما ارتحتش الا تاني يوم الساعه 10 الصبح رحت واخده الشريط واخده الطلبات وقلت لهم كذا. طلع ان السوبر ماركت عشان من الحاجات الكبيره قوي كان عندهم مشكله مش عارفين يحطوها في ازاي يعني فجابوا من قولي معايا، جابوا حاجات اللي هي كانت واخداها دي مرروها واتحطت الفلوس ورجعوه تاني على الربط. قصة كده هي حكتها لي يعني. لكن قالت لي يا سلام، كن مراضيا لخصمك. لما ضميرك يقول لك انت النهارده تقلتي في اللي صار على فلانه وزمانها مجروحه، اوعي تنامي قبل ما ضميرك يبرد، لان بكره الاعتذار هيبقى صعب لانك نسيتي في حموتها. ابعتي لها رساله قولي لها سوري. أول ميزان اسمه ميزان الضمير. طيب الإنسان يبقى عارفين يعني في كل ميزان ليه صنج، والصنج دي كل فترة يعايروها لحسن تكون اتبارت ولا قلت في وزنها. أنا حافظ على ميزان ضميري إزاي؟ محاسبة النفس. أنا كنت بعمل إيه وبقيت أعمل إيه دلوقتي؟ حتى في الصلاة ضميري بقى يخني، أنا بصلي ومش دريان ولا كلمة. اتفضل يا رب أمين الحمد لله صليت. لو أنت ضميرك صحي أنت صليت، أنت سمعت. لو ضميرك صحي لا، هعيد المزامير وهقولها إن شاء الله، مش هعيد الصلاة كلها بس أقول جزء. فلما الإنسان يحاسب نفسه زي بالظبط اللي بيسن السكينة، يفضل ضميره عامل زي السكينة. الإنسان لما يهدى في محاسبة النفس تلاقي السكينة تلمت لدرجة ما بتذبحش حاجة خالص. يبقى أول ميزان ربنا خلقه فينا كلنا اسمه ميزان الإيه؟ علشان كده راعي ضميرك في كل حاجة بتعملها. حتى لما يحبوا يمدحوا واحد يقول لك فلان ده عنده ضمير، ده مديح للدرجة دي؟ ده المفروض كل الناس عندها ضمير بس من قلة الضمير لما نلاقي واحد عنده ضمير بقينا نشاور عليه. انتوا فاهمين المهزلة؟ كل الناس عندها ايه؟ فالمفروض كل الناس نقول يا سلام كلنا عندنا ضمير. طب ايه العجب ان احنا نشاور على واحد ونقول احنا من قلة الضمير لما بقينا نلاقي واحد عنده ضمير بنعتبره صاحب فضيلة. ده الديفولت ان احنا نكون كلنا حد فاهم حاجة ولا شكلكم مالكم كده متاخد مخضوض مش عاجبني؟ تاني انتوا فهمتوا عايز اقول ايه؟ يبقى اول ميزان اسمه ايه؟ الضمير.